الرسول زاره مع عزرائيل عشان يخفف عنه سكرات الموت، وليلة الوفاة كان في الحضرة مع سيدنا إبراهيم وسيدنا الحسين وستنا زينب، وانقطع عن العالم والناس آخر 40 يوم في حياته، وقطع الأكل والشرب والدواء آخر 18 يوم، وبلغ حفيدته بميعاد وفاته بالتاريخ واليوم، وطلب من ولاده يغسلوه قبل الوفاة عشان يقابل ربنا نضيف قلبا وقالبا. اللحظات الأخيرة في حياة فضيلة الإمام الشعراوي. الشيخ الشعراوي معروف عنه كرامات كتير كلها بتأكد انه ولي من اولياء الله الصالحين، لكن هتفضل كرامة موته واحدة من اعجب واغرب القصص اللي هتسمعها واللي بتأكد حسن الخاتمة. الحكاية نقلا عن الشيخ عبد الرحيم الشعراوي بتبدأ يوم 1 مايو سنة 98 لما الشيخ الشعراوي طلب من عياله يخرجوه من المستشفى على مسؤوليته الخاصة ويروحوه البيت بأنبوبة الأكسجين. وأول ما وصاهم إنه مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه، وإنه هيلزم أوضته وسريره، وقال لهم مش عايز أكل ولا شرب، ناولوني بس مصحف وسجادة صلاة. وبالفعل اللي طلبه حصل، وفضل أولاده يضغطوا عليه في الأكل عشان يقدر ياخد الأدوية. لكن قبل وفاته ب 18 يوم قال لهم كفاية كده، مش هدخل جوفي شرب الدواء ولا قرص علاج تاني. أنا زهدت المية والزاد وتعبت من الأدوية والدكاترة، الله طبيبي والقرآن شفاء لما في الصدور. وعكف على القرآن والصلاة والذكر. ولما جه يوم 14 يونيو يومها الشعراوي استدعى حفيدته وفاء بنت ابنه عبد الرحيم وقال لها خلي أبوك يجهز العربية. ولما سألته عربية إيه يا جدي؟ قال لها هو عارف. وقام سألها قال لها بصحيح النهاردة كام في الشهر؟ فقالت له 14 يا جدي. فقال لها يا خبر 15 و16 ياه و17، يعني مفيش وقت، قوليله يجهز العربية أوام. وفاء جريت على والدها تنقل الرسالة. وهنا الشيخ عبد الرحيم فهم الإشارة وعارف إن يوم 17 مش هيعدي بسلام، وإن أبوه بيقول له بين السطور يجهز مدافنهم في البلد في الدقهلية، وإلا كان استدعى باقي إخواته المقيمين في القاهرة. وأوام اتصل عبد الرحيم بالمهندس عبد الرحمن مصطفى مساعد الشعراوي والقائم بإدارة أعماله، وبلغه يجهز مقابر والده لاستقبال جنازة مهيبة من الآلاف اللي هيشيعوا الإمام لمسواه الأخير. والمهندس اتصدم وسأله هو مولانا مات؟ أم عبد الرحيم قال له لسه يا عبد الرحمن، قصاده 3 أيام، دي تعليماته، نفذ. وجري عبد الرحيم على والده فتح الباب وحضنه ودموعه زي الشلالات. قام الإمام عاتبه وقال له جرى إيه؟ هنخيب من أولها ولا إيه؟ عايزك راجل كده. وسأله جهزت العربية؟ فقال له كلمت الباشمهندس يستعد. قام الشعراوي ابتسم وقال له أيوة عفارم عليك، تمام كده، بتفهمني بالنظرة. وعدى الحد والاثنين والتلات بالليل عبد الرحيم بقى باصص على عقرب الساعة وهو حاطط ايده على قلبه لحد ما الساعة عدت 12. وهنا لقى الشيخ الشعراوي بيقول له يا عبده أنا عايز استحمى. فخدوا عبد الرحيم هو وأخوه أحمد الحمام، ولقى الإمام بيقول له سيبك من البانيو، افرد مشمع على الأرض ونيمني، وهات ليفة ودعكولي جسمي بضمير، وهات لي غيار جديد وجلبية بكسها، وعطرني بالمسك والعود. ونفذ عبد الرحيم التعليمات بالحرف الواحد. وأخوه أحمد بيشارك باندهاش واستغراب وسأل الإمام انت عريس جديد ولا ايه يابا؟ قام الشعراوي بص لعبد الرحيم وضحك وقال له ايوه صح، انا النهارده عريس. وبعد ما استحمى ندى حفيدته غادة تقصله ضوافره وقال لعبد الرحيم يسويله دقنه. وعلى الساعة 3 الفجر صرفهم كلهم برا وقال لهم اطلع انت وهي سيبوني شوية مع ربنا. والحريم انتظروا برا في الانتريه والرجالة طلعوا في الدور الفوقاني. وغصب عنه عبد الرحيم عيونه غفلت ساعتين وقام مفزوع الساعة 6:30 الصبح ونزل جري على والده يطمن. ولما دخل من الشقة لقى أخته الكبيرة فاطمة بتعيط. وهنا قلبه انخلع وسألها جرى ايه؟ أبوكي ماله؟ فردت فاطمة مالوش، ده لسه شتمني وطاردني أول ما دخلت عليه. أما عبد الرحيم خدها من إيدها ودخل على الإمام بعد ما خبط وأذن له بالدخول وسأله جرى ايه يابا؟ مزعل بنتك ليه؟ قام الشعراوي فتح لها دراعه وقال لها ما اقدرش يا بطة، ده انتي بنتي وحبيبتي. كل الحكاية يا عبده اني كنت في الحضرة مع اولياء الله وهي دخلت بدون استئذان زي القطر، خفت عليها تدوس على حد فيهم وتكمل عليلة الباقي عمرها. ما تزعليش يا بطوط. وقعد يهزر معاها عشان يطيب خاطرها. وباقي أهل البيت اتلموا على صوت الضحك
وفجأة قام الشيخ الشعراوي سكت ولم رجليه وطلع على السرير ونظر للسقف وقال بحفاوة: الله الله، أهلا يا سيدي إبراهيم، أهلا يا سيدي الحسين، أهلا يا ستي زينب. وقعد يجيب أسماء أولياء معروفين ومش معروفين، وفجأة قال باندهاش: الله الله، أنا استاهل ده كله؟ أنا جاي أهو، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وطلع السر الإلهي وتزف العريس للجنة. رحم الله فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي وألحقنا به في دار النعيم.